السلام عليكم، معاكم محمود الهيتي من جيم مصر. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، الفرق ما بين نوعين في التمرين. اولا بس عشان نبقى متفقين زي ما احنا بنتفق على طول، كل التمارين كويسه جدا وكل التمارين سليمه، انت الشخص الوحيد اللي تحدد انهم اللي يمشي معاك وانهم كويس ليك. بس النهارده هنتكلم في موضوعين، ان في ناس كتير جدا في الموضوعين دول بالذات بيختلط على الامر. اول موضوع اللي هو اسمه السوبر سيت. سوبر سيت معناها ان انت بتمسك تمرينتين تتمرنهم الاثنين مع بعض، بس الغلط هنا في حاجه معينه. السوبر سيت لما بتتعمل يعني مثلا لو هتطبقها فعلا زي ما بيقولوا، زي ما الكتاب بيقول، المفروض بتتمرن عضلتين مختلفتين او عضلتين متضادين. يعني مثلا لو هتلعب بايسبس يبقى تلعب وراها على طول ترايسبس، حلو كده؟ لو هتلعب صدر يبقى على طول معاها ظهر، لو هتلعب كتاف برضه يبقى معاها ظهر، لان الكتاف والصدر هي نفس العمليه، ان انت عمليه الزق سواء هنا او فوق. عمليه الظهر انت بتسحب ليك. كده احنا بنتكلم على السوبر سيت، مرن عضلتين عكسيتين تماما. يعني لو هتلعب بايسبس تلعب ترايسبس بعديها، لو هتلعب صدر تلعب ظهر. تعالى بقى نتكلم على الدروب سيت. الدروب سيت نفسه من كلامه معناها ان انت بتنزل، انت بتستخدم بس في عضله واحده بس. لو انت بتلعب مثلا بايسبس لوحدها، الدروب سيت تعالى مثلا تخيل انت بتلعب 4 ادوار، حلو كده؟ في الدور الاخير انت مثلا شلت مثلا نتكلم مثلا 30 كيلو في البايسبس بتاعتك. اخر دور انت جبت فيه 8 عدات ومش قادر تزود عن كده، ممكن تستخدم اخر دور دوت وتعمل فيه اللي هو نظام التمرين اللي هو بيسموه دروب سيت. خلاص جبت ال 30 كيلو، جبت 8 عدات، تنزل ال 30 كيلو وتمسك مثلا 25 وتحاول تجيب بيهم على قد ما تقدر، او 8 عدات جبت بيهم ال 8 عدات، انزل بالوزن تاني ل 20 او 15 وهكذا لغايه ما تنزل لاخر وزن تحس ان ايدك فعلا مش هتعرف تمشي عليك. فانا دلوقتي هوريك تمرينه بس بسيطه بحيث برضو الموضوع يخش في دماغك. اول حاجه هنتمرنها، اول حاجه هعمل السوبر سيت، حلو كلام. السوبر سيت احنا بنتكلم هتعمل بايسبس كيرل، طبعا مش هنختلف وانت بتعمل بايسبس كيرل، عايز تعملهم واحده لوحدها، عايز تعملهم الاثنين مع بعض، زي ما اتفقنا دي مش نهايه الدنيا، انت بتعمل اللي يريحك، حلو كلام. تعالى نتفق ان احنا كده خلاص خلصنا ال8 عدات او ال12 عده اللي بتعملهم. هتلعب بعديها على طول السوبر سيت، يبقى هتلعب ترايسبس، دراعك مفرود. انا اخترت التمرينه ديت، مش معنى كده انت لازم تختار نفس التمرينه دي، حلو كلام. هتغير الايد وبس، شوفها هي برضه من ورا، طريقه عامله زي تمسك كوعك من هنا اهو، تنزل لغايه تحت، طلع دراعك لغايه فوق، تنزل لغايه تحت، طلع دراعك لغايه فوق، حلو كلام. وبعد كده بتريح. ديت الطريقه بتاعت السوبر سيت. مش معناها كده ان بس هم التمرينتين دول، لا، انت تختار اي تمرينه للبايسبس، اي تمرينه للترايسبس، وتعملهم الاثنين مع بعض نفس النظام. اي تمرينه للصدر، اي تمرينه للظهر، او اي تمرينه للكتف، واي تمرينه للظهر، حلو الكلام. مش شرط انهم تمرينتين بالظبط، بس هو دي الفكره كلها، وبيبقى الوقت ما بينهم قليل جدا، وبتريح تاخد نفسك وبعد كده بتخش الموضوع تاني. تعال نتكلم على الدروب سيت. الدروب سيت يعني بتوصلوا لاخر، يعني مثلا تلعبوا في اخر اللي هو رابع المجموعه بتاعتك. تعالوا نقول مثلا انت شلت وزن كبير شويه، نتكلم مثلا هنا اهوت، وابتديت تلعب بيه، حلو كلام. نتخيل مع بعض انا خلاص جبت 8 عدات ومش قادر العب بيهم، على طول تروح منزل الوزن وتخش على الوزن اللي بعديه على طول، نفس النظام هتلعب برضو بيهم. ونتخيل ان انت جبت 8 عدات، هتروح منزلهم وتبتدي تلعب بيهم. في ناس بتلعب بيهم كلهم، وفي ناس يعني بتاخد واحد وتسيب الثاني، دي حاجه بتاعتك انت خالص، لغايه لما تنزل وزنك خفيف خالص. وانت بتلعب بالوزن الخفيف هتلاقي ايدك نفسها مش قادر تحركها، يعني هتلاقي دراع ايدك يعني البايسبس نفسها ابتدى الدم يضخ فيها لدرجه ان انت فعلا الوزن الخفيف دوت مش هتعرف تحرك بيه العضله. وهو ده الفرق ما بين السوبر سيت والدروب سيت. جرب الاثنين وانت بتتمرن وشوف، دي تمرينات يعني اساليب تمارين مختلفه، شوف انت انهم واحد بتحبه وجربه، مش هتخسر حاجه. يلا، السلام عليكم.